لما تعدى حدوده خدته النداهة لحد المكان الملعون ومات فيه. أنا مين؟ صاحبي مات في حادثة تقريبا عربية كده من شهر. طب وايه أنا المشكلة؟ طارق الفيوم ودي قصتي مع النداهة. المشكلة انه بيتصل بيا كل يوم عشان يقول بتعمل لي ايه يا جدي؟ وايه الصندوق ده؟ بص هنا يا محمود على اللي مكتوب. طب ولما بتروح له بتلاقيه؟ ده كلام انا مش فاهمه. ده صندوق هعمله عشان احبس فيه الخدام بتوع انعام. لا بس ابراهيم اللي بيجيب لنا الشاي على طول بيقول لي خالد لسه ماشي من شوية عشان استناك كتير. ودي تعويذة. طالما الصندوق مقفول هما مش هيقدروا يفتحوها ولا يخرجوا. خلاص يبقى هو لسه عايش ما ماتش. يا دكتور يا دكتور، اللي هيخلينا اتجنن ان صاحب القهوة بيقول لي ان ابراهيم مات من سنة. بس لو حد حاول يفتحه هيقلبوا البلد والدم هيكون للركب. روح انت دلوقتي يا محمد وانا هشوف حكايتك دي. الو الو، انا الدكتور ادم شريف، تسعيد معايا؟ ايوه يا دكتور، ابنك جالي النهارده وشكله عنده مشكله لما صاحبه عمل حادثه. الكلام ده بجد يا دكتور؟ انت عارف المره الكام دي بتتصل عليا تقول لي فيها الكلام ده؟ انا ابني مات من شهر تقريبا مع صاحبه في الحادثه. بحق عهدي وعهد جدي وأبي باسم السيف والكتاب، بحق الأسماء 99 أطلب من خدام الأسماء العون، بحق شمهورش وميمون، بحق الجماجم السبعة المخبأة في الأقطار السبعة وخدامهم، أأمركم أن تجتمعوا لدي، أأمركم بالحضور، أأمركم بالحضور، أأمركم بالحضور. سلامات على كل اللي بيسمعوني. أنا مهند فرفور ودي قناة مهند فرفور للرعب. رجعنا لكم بقصة جديدة، يلا بينا نسمعها ويا رب تعجبكم. كنت في مصر في كليتي، وكان معروف ان الفلاحين اماكنهم جميلة ومليانة ترع واراضي وحاجات كتيرة حلوة. بس كنت عارف من زمان قوي من جدي الله يرحمه ان كان في حاجة اسمها النداهة عند الترع الكبيرة. كان معروف انها بتنده الناس باساميهم بصوت حلو. بعد كده لما بيجي عندها بتاخده لحد الترعة تمص دمه وترميه على البر. وسمعت عن حالات كتير قوي ماتت غرقانة وماتت بطريقة غريبة ما كانش حد يعرف سببها ايه غير ان النداهة هي اللي سحبته للترعة. وفي يوم خلصت الكلية وقلت ارجع البلد واشوف اهلي قبل ما اخش الجيش، وفضلت قاعد فترة طويلة. عرفت الأخبار كلها عن الأشباح والنداهة وإنها بتقتل الناس. كنت دايما بروح الترعة الكبيرة اللي عندنا عشان أشوفها هي حقيقة ولا كده. بس ما كنتش مصدق كلامهم كله ولا أي حكاية حكوها غير لما حصلت معايا وشفتها بعيوني. لما كان جدي بيحكي لنا عليها كان بيقول إن النداهة لما بتنده لحد باسمه لو بص ليها بتاخده لحد الترعة الكبيرة وتموته هناك، ولو مبصش عليها ولا اتلفت ليها بتسيبه وتمشي. وإنها بتخاف من الحمار والنار جدا جدا، وممكن لو فضلت فترة كبيرة في المكان اللي فيه النار أو الحمار تموت. وإنك عشان تعرف تبعد عنها وإنها تسيبك لازم ترمي ملح على المكان اللي هي خطت فيه، أو لو حاسس إنها قربت عليك. أنا سمعت كلامه وافتكرت ساعة ما قالوا النداهة والأفعال بتاعتها والناس اللي ماتت على إيديها، وبدأت أخد حذري عشان ما بقاش في عداد الموت. في يوم من الايام لقيت صاحبي من القاهرة بيرن عليا: ازيك يا خالد، اخبارك ايه يا صاحبي؟ والله تمام، بس زهقت من القعدة في القاهرة والروتين اليومي، صراحة عاوز اغير جو عندك. يا سلام، من عيوني، تنور يا صاحبي، تعالى الفيوم واحنا نعمل معاك احلى واجب. تمام، بكرة ان شاء الله هكون عندك. خلاص مستنيك. فضلت مستنيه انه يجي لحد ما لقيته كلمني وقال لي انه في الفيوم وعايزني اجي اخده. رحت له بالموتوسيكل واخدته معايا ووريته البلد واحنا رايحين البيت. دخل على البيت، امي شافته وسلمت عليه. ارتاح شويه يكونوا جهزوا الفطار، نفطر وبعد كده افرجك على البلد. وارتاح. ولما خلصوا الفطار عرفته وفطرنا واخدنا بعضينا ونزلنا نتمشى في الارض وافرجه على البلد زي ما قلت له. واحنا بنلف قعدنا شويه قصاد الترعه الكبيره
فقلت له عارف المكان ده مقتول فيه عدد كبير قوي من الناس، الترعه دي بيعتبروها الناس بركة دم بطريقة مرعبة. لقيته انتبه لكلامي قوي وقال لي ازاي يا صاحبي احكي. قلت له كان زمان في جنية اسمها النداهة، دي كانت لما تحب تموت حد كانت تندهله باسمه بصوت حلو، صوت مألوف، ولو هو بصلها بتسحبه لحد الترعة وتغرقه لحد ما يموت. قال لي وهي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ قلت له والله يا صاحبي انا ما شفتهاش عشان اقدر اوصفها لك، بس جدي وصفها لي. قال لي هي طويلة وعريضة وعلى دماغها دي نار ورجلها عاملين زي رجلين المعيز، ولما بتنادي على حد عشان تصطاده بتتحول لبنت جميلة جدا وصوتها حلو جدا عشان تسحبه. في يوم يا خالد حصل مع واحد موقف من الجنية دي، كان في فرح جنب الترعة في مكان اللي بعد أرضنا. هو كان رايح الفرح وكان بيعدي من جنب الترعة، لقى واحدة جميلة جدا جدا واقفة عند طرف الترعة وجنبها زير مية. قالت له بصوت حلو ممكن ترفع لي الزير ده عشان مش قادرة؟ قال لها تمام، ولسه بيرفعه فهي قربت شوية على الترعة وعمالة تسحبه في الكلام وتجرجره لحد الترعة. فواقفة رجليها بانت، بيبص على رجلها لقاها رجلين معيز. رمى الزير وفضل يجري بعيد عنها ناحية الفرح، وقبل ما يوصل للناس أخد طوبة كبيرة في ظهره كسرت له ظهره وأغمى عليه في ساعتها. بس كان وصل للناس بعد ما فاق من اللي حصل، حكى للناس كل اللي حصل ومعاه من أول ما شافها لحد ما وصل، والناس في الوقت ده صدقته. بس برضه كنت مش مصدق حوار الجنية والنداهة والحاجات دي، لحد ما حصل اللي حصل والناس بقت تموت واحد ورا التاني وما بقوش عارفين الجنية دي تطلع من فين وامتى، وبقت من ساعتها لعنة على البلد ومش عارفين نهايتها. قال لي الكلام مشوق قوي ونفسي اروح اشوفها او حتى اسمع صوتها. قلت له اوعى تعمل كده، ممكن يحصل لك حاجة يا صاحبي، وانا معرفش هي ممكن تعمل لك ايه. يلا عشان الوقت اتأخر نروح نتغدى ونقعد شوية في البيت وبالليل نقعد بره شوية. قال لي تمام، واخدته ورحنا البيت وانا خايف يمشي الكلام اللي في دماغه لانه عنيد. اتغدينا وهو طلب ينام، سبته ورحت مشوار. بالليل رجعت لقيته قاعد بره البيت مستنيني. قعدت معاه شويه وبعد كده قال لي انا عاوز اروح الترعه تاني. قلت له لا يا صاحبي بالليل مش هينفع لانها بتطلع في الوقت ده وما ينفعش نكون موجودين. قال لي ماشي، وانا سبته ودخلت اغير هدومي وطلعت ما لقيتهوش. فضلت ادور عليه وانادي عليه ما كانش ليه اي اثر. انا خفت جدا عليه وطلعت اجري على الترعه الكبيره. انا قلت اكيد راح هناك وما سمعش كلامي. انا كنت قربت من الترعه لقيته واقف مع حد، انا مش شايف مين الانسان اللي معاه ده. ندهت عليه من بعيد ما سمعنيش، لقيت الانسان اللي واقف معاه بيسحبه ناحيه الترعه. طلعت جري وقعدت انادي عليه، لقيت الانسان ده لف وشه عليا وبص فيه. اتصدمت من المنظر اللي شفته، كانت الجنيه، كانت النداهه. هي بشكلها المرعب ومنظرها المخيف، ولقيت وشها بقى اسود وهي كانت بيضة اول ما بصيت، وبعد كده لقيتها اختفت. ولقيت خالد وقع واغمى عليه، شلته ووديته على البيت وفضلت افوق فيه لحد ما لقيته فاق. قلت له في ايه اللي حصل عند الترعه ومين اللي انت كنت واقف معاها كده؟ قال انا كنت رايح الترعه الكبيره عشان اقعد قدامها شويه، لقيت بنت بتنادي عليا بصوت حلو قوي والصوت سحرني بصراحه ونسيت كل الكلام اللي انت قلته لي. كانت بتناديني وهي ورا ظهري، انا لفيت وشفتها بنت جميله جدا وواقفه وبتبصلي وبتقولي ممكن تساعدني، امليلي ميه من الترعه. قلت لها اكيد طبعا، واخدت منها اللي كان معاها عشان املى الميه. بس انا حسيت ان جسمها سخن، بصيت على ايديها لقيت الضوافر بتاعتها كبيره قوي وشكلها يخوف. قلت لها مش هعرف امليلك الميه، انا همشي. قالت لي طب امسكها لي لحد ما انا املاها. بعد كده ما حسيتش بحاجه غير وانا مسلم ليها خالص. وبعد كده ما حسيتش بحاجه خالص غير ان انا ماشي معاها. وبعد كده برضو ما حسيتش بحاجه غير لو انت بتفوقني. ايه اللي حصل يا طارق؟ انا مش فاهم حاجه ولا عارف اللي حصل سببه ايه. قلت له اللي كانت معاك دي نداها وندهت عليك وسحرت لك عقلك وكانت هتاخدك الترعه وهتموتك، والحمد لله اني لحقتك بسرعه.
قبل ما كنت تنزل هناك الترعة، وما كنتش هتبان غير لما تبقى ميت. لي ازاي كل ده حصل ازاي؟ قلت له انت ما شفتش شكلها؟ انا شفتها زي ما جدي وصفها لي بالظبط، ويمكن ابشع كمان. ده شكلها كان مرعب قوي. قلت له ما تروحش هناك، بس انت ما سمعتش كلامي. بس الحمد لله انها جت لحد كده وما حصلش اي حاجه تاني. لقيت امي واقفه بره وقالت لي يا طارق خد صاحبك ورجعه بلده. خاف على صاحبك يا ابني، ممكن يحصل له حاجه وممكن يموت، ممكن تكون حطاه في دماغها، ودي تبقى مصيبه يا ابني. مش هتسيبه غير لما تاخده معاه الترعه وتموته. قلت لها ما تخافيش، انا هكون معاه على طول، مش هخليها تأذيه لانها بتخاف من العدد، لكن الواحد بتقرب عليه وبتقتله. سبتها ورحت اوضتي وفضلت افكر في النداهة واني شفتها قصاد عيني، ونمت وصحيت الصبح. فطرنا انا وهو وبعد كده اتمشينا شوية، وبعد كده قعدنا مع الناس في الارض وفضلنا نتكلم. ففي واحد من اللي كانوا قاعدين معاه اخد باله من كلامنا واني اتكلمت عن النداهة. قال لي خلي بالك لو حطيتها في دماغك هتوصل لك بأي طريقة، وهتموت غرقان برضه بطريقة بشعة. أنا قلت له هي قتلت كام واحد في البلد؟ قال لي 140 راجل من البلد والبلد اللي جنبنا برضه. خلوا بالكم محدش يقرب ناحية الترعة الكبيرة بعد الساعة 7. فضلنا قاعدين شوية وبعد كده رحنا البيت نتغدى ونرجع تاني. واحنا راجعين نتمشى في الأرض كانت الساعة داخلة على 6. لقيته بيقول لي شايف البت الجميلة اللي في آخر الأرض دي؟ فأنا بصيت قلت له هي فين يا ابني؟ مفيش حاجة. قال لي يا عم قصاد عينك اهي بتشاور عليا. بقول لك ايه يلا بينا نروح لها. قلت له تشاور عند مين؟ استنى هنا. نروح فين؟ دي اخر الارض دي الترعه. ما سمعتش الراجل قال ايه؟ وبعدين ايه اللي هيوقفها هناك يا خالد؟ اكيد انت بتتخيل. قال لي والله يا ابني واقفه وبتشاور لي هناك اهي عشان اروح لها. انت مش شايفها ازاي؟ يا عم لو انت خايف تروح لها انا هروح اشوفها عاوزه ايه وهرجع تاني على طول. قلت له بص يا صاحبي مفيش حركه في المكان ده ويلا عشان نرجع. قال لي لا انا هروح واشوفها عاوزه ايه مني واللي يحصل يحصل. مسكته وشدته من ايده وقلت له يلا بينا على البيت. قلت له انت لازم تمشي بكره ومش هينفع تقعد اكتر من كده في المكان ده. لقيت وشه قلب واتضايق قوي وقال لي مش هتحرك من هنا غير لما اتجوز البت دي، ويا انا يا انت. قلت له لا انت شكلك اتجننت رسمي، ما كانش في بنت يا ابني، دي تلاقيها جنيه ولا تلاقيها حاجه من اللي بيظهروا من بعد الساعه 7، وانت نسيت ان ديت الارض بعديها الترعه. قال لي لا دي بنت حقيقيه واكيد بيتها جنب الارض وكانت محتاجه مساعده وانت ضيعتها مني. قلت له يا صاحبي اهدى بس، طب بكره هنروح الارض الصبح ونشوف بيتها ولو عجبتك يا سيدي هخطبها لك. قال لي تمام. بعد كده سكت وقال لي طب انا جعان هات لي الاكل هنا بقى في الهوا ده عشان ناكل وبعد كده ندخل ننام. قلت له طيب هخش اجيب الاكل وما تتحركش من هنا وما تعملش زي امبارح وتسيبني وتمشي وافضل ادور عليك زي العيل التايه. ادخل بس انت وانا مش هتحرك من هنا، يلا بسرعه عشان انا جعان. انا دخلت اجيب الاكل وقلت لامي تجهزه، وما كملتش 5 دقايق طلعت لقيته مش موجود، اختفى من المكان نهائيا. دخلت لامي وقلت لها، قالت لي الحق صاحبك يا طارق هيموت. اخدت الملح وامي جابت الكشاف وطلعنا جري على الترعه الكبيره. لقيته واقف على طرف الترعه ومعاه واحده النداهة. فضلنا نجري وننادي عليه وهو ما سمعش، وبعد كده غطس في الترعه وهي وما بانش تاني. فضلت ارش الملح وغطست ادور عليه بس ما لقيتش ليه اي اثر. امي نادت على الشباب البلد يدوروا معايا في الترعه عليه. فضلنا ندور عليه في الترعه كلها وما كانش ليه اي اثر. بعد فتره بحث لقيناه في اخر الترعه وجسمه مرفوع عنه الميه. طلعنا كلنا جري عليه، لقينا رقبته عليها اثار خنق شديد وايده مفتوحه وبتنزل دم. طلعت انا والناس واتصلت بالاسعاف وجت بالعافيه، ولما جت خدناه للمستشفى وللاسف كان ميت. مكنتش عارف اعمل ايه. صاحبي اللي جه يقعد معايا يومين اجازه يغير جو مات فيهم. اتصلت على اهله وعرفتهم وانا كنت بتقطع من منظرهم. لما عرفوا جم اخدوه ودفنوه وصلينا عليه.
ورجعت وانا قلبي مكسور على صهمي. بعد يوم من الحادثة ده رحت المجلس وطلبت ردم الترعة للبلد، وبعد محاولات وشكاوي اتردمت نهائيا، ولحد النهاردة ما سمعناش عن حد مات في الترعة او حصل ليه اي حاجة غامضة. ودي كانت قصتي مع النداهة وموت صاحبي. كان معاكم مهند فرفور من قناة مهند فرفور للرعب. يا ريت لو عجبتك القصة تنزل تدوس لايك وتفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب وتقول رأيك في الكومنتات. وصباح الخير. يا رفاق الصبر في حكم القدر، هل لنا من منصف يجلو الخبر؟ كيف كان الحب أو كيف ظهر؟ سحر لحظ أم عن الغيب؟